في نوع من الوجع بيجي من الناس اللي بنحبهم، سواء كان الوجع ده من إهمال أو شخص بيهز ثقتنا بنفسنا أو خد مننا كل حقوقنا وسابنا كده من غير أي إرادة. وفوق كل ده بيوجعك بالكلام لو فكرت إن أنت تشتكي، وبيطلعك دايما أنت اللي غلطان. باختصار كده العلاقة اللي احنا بنقول عليها توكسيك. النهاردة هنتكلم عن 3 حاجات: ازاي اخرج من العلاقة دي، وازاي اتعافى منها بعد ما اخرج، وازاي ابني لنفسي حياة صحية بعد الخروج منها. خلينا نتكلم عن اول جزئية، وهي ازاي اخرج نفسي من العلاقة المؤذية. رقم 1: اعترفي قدام نفسك بالحقيقة. اعترفي ان العلاقة دي كانت بتوجعك وتستنزفك وما كانتش مريحة ولا كنت انتي قادرة تستحمليها، وابعي تبرري المواقف وتلاقي لها حجج واعذار، وما تفتكريش شوية ذكريات حلوة هي اللي تخليكي قادرة تكملي وتصبري على الأذى اللي انتي فيه، مش شوية ذكريات هي اللي هتحللك اللي جاي. تاني حاجة: خدي قرار ان انت فعلا مش عايزة تكملي في العلاقة دي تاني، حتى لو انت مش هتسيبيه دلوقتي حالا، بس على الاقل تاخدي قرار ان انت تستاهلي حياة احسن من كده، وان انت تستاهلي انك تكوني في حياة مريحة ما فيهاش شد وجذب ولا حد يأذيكي. تالت نقطة هي خطة الخروج. جهزي نفسك نفسيا ان الشخص ده عمره ما هيبقى موجود في حياتك تاني، مش هينفع ان انتي تحنيله او ان هو يوحشك او ان انتي تفضلي متعلقة بيه بأي شكل من الاشكال. ولازم تلاقي لنفسك مخرج آمن، يعني تبقى عارفة انت لما تخرجي من العلاقة دي هتعملي ايه. يعني مثلا لو العلاقة دي حد عايش معاكي في البيت زي جوزك، فانت لما تطلبي الطلاق وتخرجي من العلاقة دي وتنهيها هتأمني نفسك ازاي؟ هتبقي عايشة فين؟ هتعملي ايه؟ هتشتغلي ايه؟ هتأمني مصاريفك ازاي؟ والعلاقة هتبقى هادية ان هو ما يأذكيش، ولا هتضطري ان انت حتى تبعدي مسافات بعيدة؟ او لو العلاقة دي مديرك في الشغل مثلا، فبرضه بتأمني نفسك انت هتخرجي من عنده وتشتغلي فين او تعملي ايه. بعد كده ابدأي في تنفيذ الخطة تدريجي، يعني اقطعي حبة بحبة، علشان يوم ما تقطعي خالص والموضوع ينتهي يبقى خلاص خلصنا بلا رجعة. بس الأهم ان انت تكوني مجهزة ردود مختصرة ليوم المواجهة، علشان لما تيجي تقوليله ان انت عايزة تخرجيه من حياتك ومش عايزة تكوني معاه تاني بأي شكل من الأشكال، تكون ردودك جاهزة ومختصرة وهادية، ما يبقاش فيه بقى مجال للنقاش والأسئلة المستفزة وان هو يأذيكي أكتر بالكلام. خلاص الحمد لله خرجنا من العلاقة، فنتنقل بقى للجزء التاني، وهو ازاي أتعافى بعد الخروج. أول حاجة: اعملي ديتوكس لنفسك. زي ما جسمنا بيحتاج ديتوكس انه يخرج السموم اللي جواه، كمان روحنا محتاجة ان هي تخرج السموم اللي جواها عن طريق 3 حاجات: انك تقطعي اي وسيلة تواصل ما بينك وما بينه، تعملي له بلوك من كل حاجة في حياتك، ان انتي تخرجي المشاعر اللي جواكي بان انتي تحكي لناس قريبة منك ثقة، او تفرغي مشاعرك بورقة وقلم، او تروحي الأخصائية تحكي معاها، وان انتي تمحي اي ذكريات ممكن تستفز مشاعرك تخليكي ترجعي تحني. لان احنا بعد ما بنقطع علاقتنا بناس معينة ما بنفتكر لهمش الا الحلو بس، علشان بنبقى حاسين ان حاجه ناقصانا او مشاعرنا موجوعه. فامسحي الصور والرسائل وارمي الهدايا، وما تروحيش الاماكن اللي كنتوا بتروحوها دايما مع بعض. تاني خطوه في التعافي ان انت تتقبلي المشاعر المتضاربه. يعني عادي جدا بعد ما تسيبي الشخص ده يحصل لك شويه لخبطه في مشاعرك. انت كنت مع بني ادم في علاقه لفتره سواء صغيره او كبيره، بس اكيد انت لما بدأتي العلاقه دي كنت بتحبيه وكان في مشاعر حلوه، فممكن دلوقتي تحسي بشوية مشاعر حنين، على شوية مشاعر تأنيب ضمير ان انت نهيتي العلاقة وانا كان ممكن احاول استنى واصلح الموضوع شوية يمكن كان يتغير، على شوية مشاعر غضب لما تفتكري هو اذاكي ازاي وعمل فيكي ايه. فعادي ان يكون المشاعر الملخبطة دي موجودة، اسمحي لنفسك ان المشاعر دي تطلع وتحسي بيها، مفيش اي مشكلة، وافهميها وتقبليها، بس المهم اوعي تضعفي وترجعي مرة تانية لعلاقة مؤذية. وتالت خطوة للتعافي: اشتغلي على نفسك، لان للأسف العلاقات المؤذية بتهز ثقتنا بنفسنا، يا اما لان الشخص ده كان عمال يضعف شخصيتنا، او لان احنا خلاص ما بنبقاش واثقين في قراراتنا تاني وحاسين ان كل قراراتنا غلط.
فاقعدي كده وافتكري انت قبل العلاقة دي كنت عاملة ازاي، كنت نشيطة ازاي، كنت كويسة ومرتاحة نفسيا ازاي، عشان ترجعي ثقتك بنفسك. واقعدي حطي خطة انت عايزة تكوني ازاي وهتوصلي له بأي طريقة. خلي في فيديوهات تزود ثقتك بنفسك، تنزلي تحضري تدريبات او تشوفي انت ايه اللي بيرجع لك ثقتك بنفسك ويخليكي شبه زمان او احسن كمان، وابدأي اعملي. ورابع حاجة في التعافي، خدي وقتك، خدي وقتك جدا. ما تستعجليش التعافي، لان انت هتضحكي على نفسك وهتقولي انا بقيت كويسة ونسيت وكله تمام. مع اول دروب يحصل لك في حياتك او مع شوية وقت فراغ هتحسي انه لا، انت ما بقيتيش كويسة. انت يا اما محتاجة الشخص ده تاني في حياتك، يا اما لسه موجوعة قوي منه ومش قادرة تنسيه. فخدي وقتك خالص وما تستعجليش. ووصلنا لاخر نقطة، ازاي ابني حياة صحية بعد التعافي. اول حاجة، خلي في حياتك علاقات آمنة. يعني اختاري مين اللي يدخل حياتك، سواء كأصحاب او علاقات او زمايل او ناس حابة ان انت تتعاملي معاهم. الاساس في العلاقات دي انها تكون مبنية على الاحترام والدعم والتفاهم. وتاني حاجة، اعملي روتين لراحتك. اعملي روتين راحة ودلع. ان انت تعملي فنجان قهوة وتدخلي تقعدي في البلكونة، تحددي وقت كل يوم تروحي تتفرجي على حاجة لذيذة، او تجهزي لنفسك وقت ومكان تكتبي فيهم مشاعرك واللي انت حاسة بيه، تفرغي الذكريات او تعملي مذكرات ليكي، او تتمشي او تلعبي رياضة او تنزلي تعملي شوبينج. شوفي اي حاجة بتريحك وتخليكي مبسوطة واعمليها. هي دي الحاجة اللي هتخليكي ترجعي تثقي في نفسك وتبقي كويسة ومش هتحني لحد، وعمرك ما هتبقي محتاجة لحد يدخل حياتك لمجرد انه يملى فراغ. انت هتحسي بقيمة نفسك وهتحبيها، وبالتالي هتختاري مين يدخل حياتك ومين لا. وبالتالي هنروح لخطوة رقم 3. بعد ما عرفتي نفسك وقدرتيها وحبتيها، خلي لنفسك حق الاختيار. حق اختيار انت عايزة تلبسي ايه وتتعاملي مع مين وتشتغلي ايه وشخصيتك تكون ازاي. ملكيش دعوة بآراء حد ولا ليكي دعوة بتحكمات حد. طالما انت ماشية صح، ماشية تبع الدين والعادات والتقاليد والمجتمع وانت تمام، يبقى خليكي زي ما انت. واخر حاجة، ان لو العلاقة دي لسه سايبة جواكي اثر ومش حاسة ان انت مرتاحة كفاية، ممكن تروحي لاخصائي نفسي يساعدك في الموضوع ده. وفي النهاية خليكي عارفة ان الخروج من علاقة مؤذية ممكن يكون مش سهل، بس هو مش نهاية العالم. ده بداية لحياة جديدة ليكي تعرفي فيها نفسك اكتر، وتبقي خدتي تجربة عرفتي فيها انت قادرة على ايه ومش قادرة على ايه، وتساعدك انك تبقي اقوى واحسن. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك، ويا ريت تفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول، لأن الموضوع ده هيساعد كتير في انتشارنا وإنك تقدر توصل معلوماتنا لناس تانية أكتر يستفادوا بيها. ولو عندك أي موضوع حابب إن انت تقترحه علينا إن احنا نعمل فيديو عنه ونحلله نفسيا، ممكن تكتب لنا كومنت أو تتابعنا على صفحة الفيسبوك اللي ظاهرة قدامك. شكرا لدعمكم، وأتمنى أكون دايما عند حسن ظنكم.